مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ وراندا. اليوم غنوجد معاكم الكفته ديال السردين اللي نقيتها من قبل وطحنتها. انا ما بينتش كيفاش نقيتها، على تبارك الله كلشي كيعرف ينقي السردين. غنبداو بسم الله. غنوجد معاكم الكفته بالخضره. عندي هنايا بصله، عندي جوج زازرات، عندي قرعه محكوكه، عندي فلفله حمراء وخضراء، عندي قزبر ومعدنوس، عندي الثومه، عندي شويه الهريسه على حسب الذوق، عندي حامضه. وغنبداو بسم الله. هنا غنكب الخضره ديالي كلها. هاد الحوت غنديرو في الفران كيجي لذيذ وبنين، واخا الوليدات ما كيبغوش ياكلوا الخضار هنا غتعجبهم، غيحماقوا على هاد الحوت كيجي لذيذ وزوين. هنا عندي معلقه ديال الخرقوم، عندي معلقه ديال الكمون، عندي معلقه ديال التحميره، عندي معلقه ديال القزبر مدقوق، عندي نص معلقه ديال الابزار والملح على حسب الذوق. هنا عندي زيت البلديه، وغنخلطوا هادشي مزيان. هاد العصير ديال الحامض كتجي لذيذه، يعني الحوت راه كيبغي الحامض معروفه. هنا غنخلط الخضار ديالي مزيان مع الحوت حتى كيتخلط ليا مزيان. ملي غيتخلط غنخليه يرتاح، ما نديروش ديك الساعات في اللاطه، غنخليه يرتاح باش يشرب ليا ديك اللقامه. بالنسبه لهاد الحوت قد ما شرب غيجي زوين وبنين وغيعجبكم، غيجي فيه واحد المذاق بنين بزاف. ونتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. صافي هنا خلطته مزيان، دخلت ليا ديك الخضار مع الحوت مزيان. غنغطيه ونخليه يرتاح واحد على حسب الوقت اللي عندي. المهم انا غنخليه يرتاح غير واحد 10 دقائق هكاك، وغندوز نديرو يطيب. بالنسبه للطياب ما كيشدش الوقت بزاف، دغيا كيوجد خفان زربان، ما يعطلش يعني ديال الزربه. ولدا ما نقولش لكم. صافي الحوت ديالي ارتاح، غنبدا نقادو في المول اللي غندير فيه. انا دهنت المول بشويه الزيت وغنبدا نقاد فيه هكا، ندير كويرات هكا وكنحط حتى كنكمل الحوت ديالي كامل. صافي وكنديرو في الفران. انا كنوجد فيه كندير في هاد الكويرات، ولكن انا شعلت الفران. المهم الفران يكون سخون باش دغيا كيطيب، هو اصلا دغيا كيوجد. المهم الفران راه شاعل. بما وجدت انايا هاد اللاطه ديال الحوت هنا، صافي انا درته في الفران كيطيب. المهم هنا ها هو طاب، خرجته. ما نقولش لكم، عرفتي في واحد الريحه كتشهي، ريحه واعره وجا البنه، ما نقولش لكم جا لذيذ بزاف. ايوا بالصحه والراحه.